بجانب ان المطبخ هنا على الرغم ان هو بديل رخام، بس الرخامه بشكل جديد واختيارها جديد البرديسيو والشكل بتاعها. تعالى نبص عليها كده. المطبخ برضو ظبط معانا. الناس عندها ذوق عالي 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 حتى في اختيار الاكسسوارز، يعني حتى ايه مش لا حاطين يلا بينا نحط يعني مج ولا اي حاجه وخلاص، لا الحاجه مظبوطه. كانوا تفاصيل اللي كانوا حابينها، ان الفكره الفريمليس الاسود مع الربط الاسود مع الخشابي مع نفس القصه الثلاجه يبقى برضو الدارك. فكانت التفاصيل كتيره بس كانت مميزه. حتى الريفلكت عايز اقول لك من جانب الكاتل الحوض الحاجات دي كلها كانوا هم يعني مميزين في القصه دي والتفاصيل دي كلها. البوتاجاز والتفاصيل والحته بتاعتنا والشفاط بتاعنا الحاجات دي تبقى هيدن ودايما نداري الشكل. فكان لا برضو كان ليها طابع وتصور مهم جدا، ودي من ضمن التركات اللي كنا بنتكلم عنها وكانت ظابطه القصه. تعالوا نشوف الحمام برضو ايه بصه سريعه، لان هو مش حمام عادي، برضو حمام مميز على الرغم ان هو ليه تفاصيل صغننه كده. الكوارتز رخام الكوارتز، فاحنا عملنا حركه صايعه كده وداريناها. ورا الوحده هنا هتلاقي الايه غسالة، ثم السيت اب بتاع الحوض، الشكل بتاعك، المرايات الطويله، الاكسسوارز او النجفه برضو تبقى ظابطه القصه دي مع الشاور مع الفريمليس. كانت ليهم طلبات الفريم ده والقصه دي، فكانت حبه تفاصيل صغيره بس كانت ظابطه معانا القصه. مع ان الاضاءه بتاعتنا لسه بنفنش الحاجات دي، فكانت ظابطه مع الاكسسوارز جولد ظابطه القصه. فدي كانت تفاصيل حمام رايق مش زي اي حمام. ويا سلام لما يكون حمامك من دبي، لا احنا حمامك من مصر بس ظابطين الدنيا فيها مع حته صغيره صغيره صغيره. اهم حاجه حتى الاكسسوارز الجولد اللي فيها التفاصيل، الليد، المعاناه اللي كانت في الوزر. فبرضه حتى تعالى نتكلم على جانب السجاد والفريم، هتلاقي الالوان متجانسه، مش انت مختار سجاد وخلاص، لا مختار تفصيله صغيره ليها معنى كويس قوي. دي من ضمن الحاجات اللي كانت مميزه. معاكم قناه وهمي ديزاينز، مهندس محمد طيب.